السلام عليكم. والله العظيم زي ما باحكي لكم كده، قاعدة لا بيّا ولا عليّا، إذ فجأةً لقيت الحاج أبو العيال داخل ومعاه البطاية دي وبيقول لي: "واحد صاحبي ادّاهاني هدية." أنا أسكت بقى؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار نار، يا ألف نهار مبروك. تعالَ يا واد يا أسامة. الواد أسامة بقى طبعًا كان نِفْسه يتصوّر معاها وناخد اللقطة كده، وطبعًا ما ننساش إن البطاية هنا مربية وبنت ناس، شايفين قاعدة مؤدّبة إزاي؟ والله العظيم يعني لو عيّل من عيالِك ما هيسيب المفرش مفروش كده ويقعد حتى على الأقل ربع ساعة. شايفين بقى سمسم العسل حَب يتصوّر معاها، علشان أنتم واخدين بالكم بقى الحاجات دي دلوقتي بتحتاج إن إحنا نعمل لها جمعية، مش بيتجاب بقى البَط دلوقتي عمّال على بطّال زي زمان، هنقول إيه بقى؟ الحمد لله. فطبعًا بقى حبينا نتصوّر معاها كده علشان تبقى للذكرى، وطبعًا الواد سمسم بقى قعد يحسّس عليها وهي شايفين والله العظيم مؤدّبة جدًا، وما حاولت تقوم من مكانها ولا أي حاجة ولا حمّام ولا أي قاعدة نضيفة مؤدّبة. طبعًا بقى خدتها قتلتها ورُحت محمياها ونضّفتها زي الفل زي ما أنتم شايفين كده، وهنعمل عليها حفلة النهارده، وتعالوا بقى هنشوف هنعمل عليها إيه النهارده. الأول كده بقى خلاص بعد ما نضفتها بقى كويس، حطيت حلة مَيّة هنا غليت بقى كده الأول على النار، وبعدين هنحط هنا البطاية بتاعتنا، وبعدين هنسيبها تغلي غلوة كده هتطلّع الريم. بنعتذر منِّك يا ريم، بس هُم بقى على طول بيقولوا على طول عليه كده هنشيل الريم اللي بيطلع على الوش، المفروض بقى نقول رغاوي عشان خاطر ريم ما تزعلش، بس ما علينا بقى حقِّك علينا يا ريم، هنشيل كده الريم بقى اللي بيظهر على الوش. وبعدين بقى هنبدأ ننكّه الشوربة بتاعتنا، هنحط طماطم بقى ورق لورا وقرفة وحبهان ولومي وفلفل، بلاش بقى بصل، البصل غالي نراعي الحتّة دي، تمام، هنسيبها بقى تستوي مع نفسها وتعالوا بقى نشوف هنعمل إيه على البطاية بتاعتنا النهارده. أنا قعدت أفكّر لها بقى قد كده هنعمل محشي، لأ نعمل كسكسي، فخلاص رسيت بقى إن إحنا إيه، الكسكسي بيحتاج شوربة بَط كده علشان تبقى حلوة. مبدئيًا كده هنا ده الدقيق القمح وده هنا مَيّة باحط لها الملح كده وباحط الملح بالتدريج، ويُفضّل إن أنتِ تذوقي المَيّة بتاعة الملح علشان خاطر لو المَيّة جات حادقة معاكِ الكسكسي بتاعِك مش هتقدري تاكليه وهيبقى طعمه مش حلو وهيبقى تعبتِ على الفاضي، تمام، كده بقى خلاص بعد ما ضبطت الحياء بتاع المَيّة، أي كمية دقيق بقى أنتِ حابة تعمليها براحتِك، بعدين بقى نبدأ إن إحنا نرُش المَيّة كده، وهنا رش المَيّة مش عداوة ولا خالص، إحنا بس بننمّش بس كده ونفضل نقلِّب كده مش بنعجن ولا أي حاجة، أنا بارُش وباقلِّب لحد لمّا بالاقي إن هو كل دقيق اتغلِّف بالمَيّة وبيبقى مش اتغلِّف إحنا عجناها، هتلاحظي دلوقتي الفرق، بس أنتِ أهم حاجة تقلِّبيه كده لحد لمّا يتغلِّف كلّه بالمَيّة، وبعدين هنشوف المراحل بتاعته، صدقيني بجد ده أحلى كسكسي تاكليه، كل حاجة كده على طبيعتها بتبقى حلوة، سواء المحشي عملناه بالطريقة الأصلية بتاعته، سواء الكسكسي عملناه بالطريقة الأصلية بتاعته دي، بتكون أحلى من طريقة الكبة في الطعم، تمام؟ باخده بقى كده خلاص بعد ما اتغلِّف بقى بالمَيّة، بافضل أدعكه كده ما بين إيديّا، بافرُكه بقى بالشكل ده لحد لمّا كلّه برضه الدقيق يتغلِّف مع المَيّة ويبقى بالشكل ده، ما بيبقاش عجين ولا حاجة، هي بس بتبقى الدقيقة منديّة كده، بتبقى مفرولة كده زي الرمل المندي، هنركنهم بقى كده على جنب الصينية وتعالوا نشوف هنعمله إزاي. باجيب بقى هنا ده اسمه غُربال. الغربال ده متوفر جدًا في الأسواق، بتجيبيه بتقولي له أنا عايزة الغربال بتاع الكسكسي بتلاقيه بجد تعملي ولا 10 كيلو كسكاس ما بياخدوش أي حاجة، إحنا هنا في الفيوم بنقول عليه كسكاس، في ناس بتقول عليه كسكسي بس مش هتفرق الاسم، المهم في النهاية بيبقى طعمه حلو جدًا. بنبدأ إن إحنا بتفركي بإيدِك كده وبتخلّي إيدِك تكون خفيفة، ما تفركيش جامد علشان خاطر أنتِ ما تدعكيش ويعمل معاكِ قطع عجين تحت إيدِك، وباخد بقى من اللي نزل تحت وبافرُك، علشان لو أنتِ فضلتِ تفرُكي اللي هم الحبّة اللي إحنا حطيناهم في الغربال بقى، هتلاقيهم إن هم كلكعوا تحت إيدِك وعملوا عجين وبكده هيعجِّن منِّك كتير، إنّما لمّا بتاخدي بقى من اللي بينزل على الصينية وتحطّي للي في الغربال وتفرُكي بقى بالشكل ده، مش هيهدّر معاكِ عجين خالص، وكمان لمّا تحطّي نسبة مَيّة بسيطة للدقيق في الأول وما تكتّريش كده المَيّة وخلاص، هيطلع معاكِ برضه مضبوط ومش هيكتر معاكِ نسبة المَيّة، تمام؟ بالشكل ده لحد بقى لمّا كل كمية الدقيق بتاعتِك تخلص، بالشكل ده لحد لمّا اتبقى معانا الحبة العجين، الحبة دي لا تُذكر، يعني في ناس كتير بتعمله ما بيضبطش معاها وبيهدّر منها عجين كتير، بس لمّا تتّبعي الخطوات بتاعته صح إن شاء الله مش هيبوظ معاكِ عجين منه كتير ولا أي حاجة، تمام، هنركن بقى حبة العجين دي شوية كده وهاقول لِك هنعمل بيها إيه، هنركنهم بقى كده على جنب وهنجيب بقى ده كده المنخل اللي إحنا بنحلّل بيه الردة بتاعة الخبيث، تمام.
كل ده بقى كده تاني مرحلة. بعد ما عملناهم بالغربال بنبدأ بقى ان احنا ندخله كده بالمنخل، اللي بيتبقى بقى في المنخل كده هو ده الكسكسي اللي احنا هنسويه، واللي بينزل على الصينية هنجمعهم كلهم بقى مع بعض، وبعدين هنشوف هنعمل معاهم ايه النهاردة. بالشكل ده هنحطه بقى هنا في حلة، وهنبدأ بقى ان احنا لحد لما نخلص الكمية بتاعتنا اللي في المنخل اللي احنا حطيناه في الحلة ده، اللي هو بقى هنسويه، واللي هيتبقى على الصينية هنكمله معاكم دلوقتي. وتابعوا الخطوات، ممكن تستصعبي الخطوات بس بجد لما بتعمليه كده بيكون طعمه حلو، وفيه النفس والريحة الحلوة بتاعت أهالينا بتاع زمان، زي ما اتعلمنا وزي ما عودونا وشفناهم كانوا بيعملوا كده. فإن شاء الله احنا متمسكين بالعادات والتقاليد بتاعتهم دي. الحبة بقى اللي هي اتبقت بعد ما عملنا بالمنخل بتاع الردة، ببدأ ان انا انطر عليها حبة مية بقى كمان، بس هنا بقى مش كتير، يعني ايه، هننمش بس كده او نرش حبة بسيطة. بعد ما قلبتهم بقى كده هدعكم برضو على ايدي، وبعدين بقى هنا هنجيب بقى في الخطوة التانية هنجيب هنا الغربال، مش هنجيب بقى المنخل، احنا هنجيب بقى الغربال، وهوريكم الخطوة التانية. وخلاص على كده وكده الكسكسي بتاعنا هيبقى جاهز ان شاء الله. هفرك بقى كده، وطبعا في المرة التانية مبحاولش اكتر مية كتير علشان خاطر ما يطلعش معايا عجين كتير، وبعدين اضطر ان انا ارمي العجين بتاعي بالشكل ده. بنطر المية وبفرك، بنطر مية وبفرك بقى بالشكل ده، وبعدين هنا اركنه بقى كده على جنب الصينية، وهنجيب بقى هنا الغربال بقى في المرة دي، وهناخد بقى كده وهنبدأ ان احنا نفركه بالشكل ده. وطبعا تخلي ايدك خفيفة علشان ما يعجنش تحت ايدك بالشكل ده. وهاخد بقى من اللي على الصينية وهفرك، هاخد من اللي على الصينية وهفرك لحد لما ما هيتبقاش الا حبة عجين بقى. خلاص هي دي الايه اللي ما بتنزلش من الغربال. وهقول لك ازاي ان احنا نعملها. لو انت ما عندكيش الحلة بتاعت الكسكسي وهتعملي بمصفى زي زمان، هتعملي بقى بالحبة العجين دي اللي في الطبق بيتعجنوا، وبعدين بتسدي بيهم المصفى. انا طبعا عندي الحلة فمش هعمل بالعجين ده اي حاجه، فطبعا عشان حرام وخساره ان انا ارميه، هوريك انا هستفاد منه ازاي دلوقتي. كده بقى اللي احنا كنا راكنينهم في الحله الاول، هفركهم بقى كده واقلبهم مع بعض على اللي اتبقى في الصينيه. مش هعمله بقى بالمنخل تاني، لا خلاص على كده هو كده بيكون جاهز. وما شاء الله كله زي حبات الرمل، ما فيهوش اي كلكعه عجين ولا اي حاجه. هقلبه كله بقى كده مع بعضه. شايفين ما شاء الله بجد حلو جدا. خطواته سهلة وبسيطة جدا، يعني كل الحكاية والله العظيم هي من غير التصوير نص ساعة بس كده على الرخامة واحنا واقفين، ما بياخدش معانا وقت خالص. حطيت هنا بقى في الكبة بتاعت البهارات بتاعت الخلاط حبة دقيق، معلقة دقيق كده، وحبة من العجين اللي هو بقى معانا في الطبق، علشان خسارة ان احنا نرميه. وفي ناس قالت لي قبل كده ان الخلاط هيبوظ، مش هيبوظ ولا حاجة. احنا ما بنطحنش بقى يعني كمية عجين كتير خالص، ولا حاجة ان هي هتبقى صعبة على الخلاط، لا ده هي حبة عجين اهي. وعلشان خاطر ما تلفش بقى في الخلاط بحط لها حبة دقيق كده، وبعدين بتتفرك معانا بكل سهولة. ونحطها بقى على بقية الكسكسي هنا، ونبدأ ان احنا نقلب كله مع بعض بالشكل ده. وبعدين بقى هنا هنجيب الحلة اللي احنا هنسوي فيها. اهم حاجة المية هنا تكون ربع الحلة من تحت، وما تكونش ملامسة المصفى بتاعتنا، علشان خاطر الكسكسي اللي في الارضية الحلة ما يعجنش منا. بنرفعها بقى هنا على النار ونسيبها لحد لما المية تغلي وتطلع بخار، وبعدين هنبدأ ان احنا نحط الكسكسي بتاعنا كده. خلاص بقى هي غلت هنا وبتطلع بخار، بس هو مش ظاهر قوي من الكاميرا. ببدأ ان انا اوطي النار بقى على الكسكسي بقى بالشكل ده. وبعدين هجيب هنا شوكتين او معلقتين كبار، ونبدأ ان احنا نحطهم بقى بالشكل ده، بحيث ان هما يرفعوا القماشة من تحت، بتخليه ان هو كمان الكسكسي بتاعنا ما يبقاش معجن من تحت. ونبدأ بقى نجيب هنا الملاية البيضة بتاعتنا او كيس مخدة او اي قماشة انت مخصصاها طبعا للكسكسي والحاجات بتاعت المطبخ. باخد بقى كده الكسكسي بتاعه وببدأ ان انا اوزعه بقى بالشكل ده. وطبعا لو لقيتي المقدار عندك كتير تقدري ان انت تسويه على مرتين علشان خاطر تاخدي نتيجة حلوة كده. خلاص انا مليت المصفى، طبعا انا هسويه على مرتين. ببدأ ان انا الم الملاية بتاعتي بقى بالشكل ده، وهغطيه بقى واسيبه حوالي ساعة الا ربع علشان خاطر ان هو يستوي. طبعا هتختبري، انا بوريكي ان الحلة هنا مش منفسة، مش محتاجة ان انا اسدها بعجين ولا اي حاجة.
كده خلاص بعد ما كان فات عليه حوالي ساعة إلا ربع، بتعرفي إزاي بقى إن هو بيكون استوى. أولًا كده بتشمي ريحة حلوة في الشقة، ريحة كسكسي إن هو استوى. تاني حاجة إن أنتِ بتخبطي عليه كده وبتطبّلي عليه بتلاقيه إن هو بيطبّل كده وبيرن، ده بيكون خفيف تحت إيدِك تعرفي إن هو استوى. تالت حاجة كمان تزوقي العجين بتلاقيه إن هو برضه استوى وجَد، بيبقى سخن كده بيبقى طعمه حلو. بنبدأ إن إحنا نفضّيه كده من القماشة وهو بيكون لسه سخن، نبدأ إن إحنا نفروله أو نفرُكه كده الأول قبل ما يبرد علشان ما يكلكعش منِّك. بافرّجِك إن الملاية أهي ما شاء الله ما لزقش فيها ولا أي حاجة، وكمان أرضية المصفى ما استوِتش يعني عملت عجين، لأ شايفين ما شاء الله. هافرُكه قدّامكم كُلّه ما شاء الله مفرول، وكل حبّاية مخرّزة زي التانية، ما فيش حاجة مكلكعة ولا أي حاجة الحمد لله. ده بفضل الله لمّا تعملي الخطوات صح وتهتمي بالحاجة ما فيش حاجة هتبوظ منِّك إن شاء الله. بالشكل ده نبدأ إن إحنا طبعًا علشان خاطر سُخن بأي شوكة بقى وأي معلقة، وتبدئي إن أنتِ تفركيه كده وتهويه في الصينية أو حاجة واسعة علشان خاطر يبرد معاكِ، ونبدأ إن إحنا نفرُك فيه لحد لمّا يصبح معانا كُلّه مفروك بقى بالشكل ده. شايفين ما شاء الله زي حبّات الرمل أهي، ما فيش أي واحدة مكلكعة ولا أي حاجة. طبعًا بقى هنا هاركن منّه حبّة يبردوا على جنب، ودي الحبّة بقى اللي إحنا هناكلها وهنادي منها حد حبيبنا في وقتها كده وهو سخن بيكون طعمه حلو. طبعًا بقى الحبّة اللي إحنا هناكلهم هنغلّفهم بقى هنا بالزبدة، الكسكسي هنا بيحب الزبدة، ادّي له زبدة يدّيكِ طعم حلو. هنفضل بقى نضيف هنا في الزبدة بتاعتنا طبعًا أنا مستخدمة هنا زبدة نيوزيلندي، فعلشان كده خاطر مدّية لون دهبي الأصفر، إنما كمان لو استخدمتِ زبدة بلدي بيكون لونها أبيض شوية، مش هتدّيكِ اللون الأصفر الغامق اللي أنتِ هتشوفيه معايا دلوقتي. هافضل أضيف كده بقى في الزبدة تدريجيًا لحد لمّا كُلّه يبقى متغلِّف ومتشبّع بالزبدة زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله. لونه عامل زي الدهب، وكمان عامل زي حبّات الرمل، ما فيش واحدة ما شاء الله مكلكعة ولا عاملة عجين ولا أي حاجة، وطعمه لسه طازة كده بيبقى طعمه حلو جدًا. شايفين ما شاء الله. إن شاء الله تتابعوا الخطوات، وده كده الكسكسي الفلاحي المصري الأصيل، فإن شاء الله تتابعوا الخطوات. أنا بجد يعني هو حتى لو مُتعب في العمايل بس بيكون أطعم من بتاع الكبة. بتاع الكبة أي نعم بيبقى سهل وكل حاجة بس ما بيكونش طعم. كل حاجة تعمليها على طبيعتها هتدّيكِ طعم أحلى، هتدّيكِ الطعم الأصلي بتاعها. تمام. خدت حبّة كده قليلين هنبدأ إن إحنا نغلّفهم بالشوربة. وطبعًا أحب أنوّه برضه اللي بيتحط له سُكّر بيتحط له نسبة شوربة بس حاجة بسيطة خالص، يعني مش حاجة لا تُذكر، علشان خاطر بس إن هو تخلّيه معاكِ يبقى طري، مش بنغرّقه بقى بالشوربة. في ناس بتحب تغرّقه بالشوربة بس إحنا هنا بنحب إن إحنا بس يا دوب يبقى مندي بس كده بالشوربة، وبعدين هنبدأ إن إحنا نضيف له السكر اللي حابب، واللي حابب ياكله بلبن بياكله. طبعًا عملنا بقى حبّة ملوخية خضرا ما شاء الله. شايفين الملوخية بتاعتنا ولا ملوخية بهية، دي ملوخية أم عبد الله يا ولاد. شايفين؟ قولوا شايفين. هنغرف بقى كده الملوخية بتاعتنا، وغرفنا هنا الكسكسي بتاعنا. طبعًا حد حابب ياكل بالشوربة الطبق الكبير ده، وده هنحط عليه سكر بس، والتاني ده هاحط عليه لبن. في حد ضيف جه عندنا فبيحب ياكله بلبن، فإحنا عارفين إن هو بيحب ياكله بلبن فبنحط له عليه اللبن. طبعًا ما ننساش نهادي حبايبنا وأصحابنا علشان خاطر دي حاجة ما بتتعملش إلا كل فين وفين، فبتبقى الحاجات دي بتبقى شهاوي. تمام. فدي كده كانت طريقة الكسكسي بتاعنا، بجد إن شاء الله جربوه، وشايفين ما شاء الله طعمه حلو جدًا، جدًا، جدًا. إن شاء الله جربوه إن شاء الله ينال إعجابكم. وتعالوا هنا أحكي لكم حكاية ريما اللي رجعت لعادتها القديمة. وريما دي هنا كانت زوجة حاتم الطائي الذي اشتهر بالكرم كما هي اشتهرت بالبخل. كانت بخيلة جدا، فكانت إذا حابة تعمل الأكل وكانت تحط السمن كانت بتحط السمنة كده، وكانت إيدها بترتجف كده وترتعش وهي بتحط السمن في الأكل، فكانت بخيلة جدا. فأراد حاتم الطائي بقى إن هو يعلمها الكرم، فقال لها إن الأقدمين كانوا يقولون إن المرأة كلما وضعت معلقة من السمن في الطبيخ زاد الله بعمرها يوما. فأخذت ريما بقى بالقاعدة دي إن هي تزيد ملاعق السمن في الأكل لحد صار طعم الأكل بتاعها طيب جدا، واتعودت على الكرم واتعودت على السخاء. ولكن لما مات ابنها بقى الوحيد الذي كانت تحبه جدا، نفسها جزعت كده بقى وخلاص بقى يئست من الحياة، واتمنت بقى إن هي
تموت. وبعدين بقى إيه، رجعت بقى تاني بقى إن هي أخذت تقلل من وضع السمن في الطبيخ، بقت تقلل بقى من السمن في الطبيخ اعتقادا منها إن هي إن هي إيه كده هيقلل من عمرها وتموت. فراح الناس بقى قالوا عليها إيه، رجعت ريمة لعادتها القديمة. ومن هنا المقولة الشهيرة اللي هي بتاعت رجعت ريمة لعادتها القديمة. ويا رب القصة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا. تعالوا هنا بقى الكسكسي كمان اللي احنا كنا مراكنينه علشان خاطر ان هو يبرد، واحنا هنبدأ ان احنا نفرزه بقى في الفريزر، ونجي لما نيجي ناكله لو حابة تضيفي ليه شوربة وبتسخنيه وتسيبيه لما يفك، حابة تضيفي له سمنة بس وسكر هتسيبيه برضو لما يفك وتسخنيه كده تحت الشواية بتاع البوتاجاز في صينية كده، وكل شوية ايدك تقلبي فيه هتلاقي ان هو رد طازة وبيبقى طعمه حلو جدا. وتحطي له بقى السكر، تحطي له اللبن، بيبقى بالشكل ده. اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.